موسم النجم المضطرب بسبب النقص بالتشكيلة انطلق من جديد مع إعادة الفريق للسكة الطبيعية من خلال تدعيمات أجنبية غابت بالمرحلة الأولى وأبعدت الفريق عن صف المنافسين على المراكز الثلاثة الأولى ليوقف النبيذة أمام مهمة التعويض بسداسية الأوائل. الفريق صار افضل، صار في تدعيمات للفريق من ناحيه الاجنبي او من ناحيه العنصر المحلي. هدفنا اكيد واضح. بالنهايه نحن كنا بطل لبنان، فواجبنا هلا انه نحافظ على هيدي البطوله. نحن بنادي النجم دائما اللاعب مطالب بتقديم كل شيء عنده لهيدي الكنزه. بطل لبنان استقدم 7 لاعبين بمراكز مختلفة، هن لاعب خط الوسط مهدي فحص، المخضرم هيثم فاعور، الجناح الجيني أبو بكر توريه، وصانع الألعاب الكونغولي إيبنغو سيال، قلب الدفاع الكاميروني فرانكلين تالا، المهاجم الإنجليزي تشيكودزي إيدزي، واللاعب الفلسطيني مؤنس أبو عمشة. اخترت الدوري اللبناني لأنه دوري قوي، تحدي كتير كبير، واحنا كفريق يعني مجموعة واحدة، نحن والكادر والإدارة إن شاء الله رح نقدم كل شيء عنا. ببساطة النجم صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر رح يكون أمام ضغط كبير للحفاظ على اللقب من أول مواجهة صعبة مع الصفا الأحد الساعة 3 إلا ربع مباشرة وحصريا عبر شاشة الMTV.